عامله لكم شويه مخللات لرمضان خيال. الطريقه دي هتعتمديها ومش هتعملي اي طريقه تانية غيرها. حلو قوي ومن اول مره هينجح معاكي ومش تحتاجي انك تشتري مخلل جاهز تاني من بره. يلا لايك وشير، واللي مش عامل متابعه يعمل متابعه، واللي مش مشترك في القناه يعمل اشتراك في القناه، ونسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف الجمال ده كله احنا عملناه ازاي. هنجيب كميه الخضار اللي موجوده معايا: الخيار، اللفت، الفلفل، زي ما انتم شايفين كده، الجزر، معايا قرنبيط انا غسلاه ونقعاه، كل ده غسلاه ومظبطاه ومنشفاه قوي كويس قوي. هبدا ان انا اقطع الخيار، قطعيه بالشكل اللي يعجبك بقى، مربعات قطعيه زي ما انتم شايفين. قطعت الخياريه نصين وكل نص متقطع ايه 4/4 كده، والجزر كذلك نفس التقطيعه كده كلها ايه بالطول زي ما انتم شايفين كده. عايز تقطعيه مربعات مدور كده قطعيه. ومعايا 6 ليمونات. هبدا ان انا انزل بسائل الليمون كله في قلب طبق او بوله كبيره. هنزل كله عصير الليمون، وهحط بقى الليمون معايا بتاعي ده كله، اكون غاليه ميه. هنزل بقشر الليمون ده كله، اعمل له صدمه لمده 10 دقائق بس كده على النار. ان انا مش هسلقه، ده هو صدمه بس. قطعت بقى الخضار بتاعي كله: اللفت والجزر والفلفل والخيار، كل الخضار اللي معايا بقى. معاكي بصل صغير حطيه، اي نوع خضار موجود معاكي حطيه. هبدا ان انا اقطع بقى القرنبيط زي ما انتوا ظهر القرنبيط كده، افرطه من بعضه الكميه اللي انا عايزاها احطها. معايا 4 معالق كبار من هريسه الشطه، ومعايا نص فنجان من الخل، واحط بقى معلقه كبيره من السكر، 4 معالق كبار من الملح، معلقه كبيره من حبه البركه، ومعلقه كبيره من الكركم، ونص كوبايه زيت. نص كوبايه زيت هيدي لمعه حلوه قوي قوي للمخلل بتاعي. هقلب بقى كل ده، والريحه بتاعته بتبقى جباره، ريحته بتبقى جميله قوي قوي. من قبل ما انا اعمله ريحته بتبقى واضحه وجميله قوي. خلصت بقى السائل بتاعي ده كله، هنزل بقى معايا بقشر الليمون اللي انا جهزته اللي هو خد صدمه 10 دقائق، وانزل بكميه الخضار بتاعتي الموجوده. لو موجود عندك زيتون حطي زيتون بيبقى جميل. اي نوع خضار موجود عندك، الكميات اللي انت بتحبيها وبتعوزيها اعمليها. هنزل بقى بكميه زهر القرنبيط بتاعي اللي موجود معايا ده اللي انا مقطعاه. لازم يكون مغسول، كل الخضار بتاعي بيكون مغسول كويس قوي متعقم كويس قوي. هبدا بقى ان انا اقلبه، وهجهز بقى البطرمانات الموجوده عندك. انا بقلبه كده ريحته بتبقى رهيبه، الريحه بتاعته بتبقى جميله. انا مش هعمل له اي محلول نقع، يعني مش هحط ميه على اي حاجه. انا زي ما انتم شايفين كده الحاجه دي كده، هو هينزل ميته لمده 4 5 ايام. هينزل ميته لوحده، بتبقى بيدي بس للمخلل قرشه كده حلوه قوي، بيبقى مقرمش كده، بيبقى طعمه جميل قوي. زي ما انتم شايفين هقلبه بقى كله، وهجهز معايا برطمانات. انت عندك برطمان بلاستيك، ازاز، اهم حاجه البرطمان يكون مغسول ومتعقم كويس ومجهزاه معايا. معايا ازاز اهو. هنزل بقى بالكميه بتاعتي، افضي في الازاز كله، وبرده ما كفاش الازاز، كملت ايه، كملت في البلاستيك. هبدا بقى ان انا انزل بقى بالسائل بتاعي اللي هو ايه الخلطه اللي انا خلطتها مع بعضها دي. انا ما حطيتش ميه، ما ضفتش ميه، هي دي الليمون بالهريسه الشطه بالخل بكله. هنزل بقى بالكميه بتاعتي زي ما انتم شايفينها كده. هقفلها بقى جامد في بطرونات محكمه، اقفلها جامد ولمده 4 5 ايام. كل يوم هقعد اقلبهم كده. انا لقيت الازاز بتاعي مش راضي يتقلب بسهوله، بيخر منه يعني السائل، فغيرته وحطيته ضفته في البلاستيك. عملته على بطرونين بلاستيك، كميه بسيطه قوي، يعتبر نص جزر نص خيار، قاطع معايا كميه كبيره قوي. يعني بيبقى حلو وبيبقى فظيع، احلى من اللي انت بتجيبيه من بره، وانضف وجميل قوي، عاملاه على ايدك حلو قوي. زي ما انتم شايفين بقى، انا فتحت عليه بعد 4 5 ايام. بس لازم كل يوم كل شويه، عشان خاطر ايه، السائل بتاعك بينزل كميه السائل دي كلها. زي ما انتم شايفين بقى الميه بتاعته، السوا بتاعه هو كده قعد معايا 4 ايام وانا جهزته قلبته.